انا قاطع اكل تقريبا، مش باكل غير وجبه واحده بس في اليوم وبرضه مش بخس. اعمل اكتر من كده ايه يعني؟ وانا حرق ضعيف جدا، تقريبا مش بحرق خالص، ومهما عملت برضه مش بخس. معلش بس ممكن تكتب لي على حاجه تعليل الحرق كده شويه؟ طبعا المشكله دي في ناس كتير قوي بتواجهها. انا ابراهيم سيد، اخصائي تغذيه، وتعالى بقى اقول لك ايه الحكايه دي كلها. بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناه الاول. اول حاجه وبراها كده، قله الحرق دي بتكون عرض لحاجه غلط احنا بنعملها او مشكله في جسمنا. المعنى واضح بس الكلام مش مفهوم. لان مفيش حاجه اسمها انا ما بحرقش، لان ما دام انت عايش كده الحمد لله وقلبك شغال وهضم شغال ورايح وجاي، فاكيد جسمك هيستهلك طاقه، فهيجيبها منين؟ كده هيحرق. السؤال هنا بقى، طب انا ليه دلوقتي مش بخس ما دام الدنيا شغاله وجسمي بيحرق؟ انا بقى عايزك تقول لي انت عرفت ازاي اصلا ان جسمك مش بيحرق؟ رحت كشفت او عملت تحاليل ولا بالحب كده؟ قول لي في الكومنت بقى انت عرفت ازاي. بس خلينا متفقين ان قله الحرق ديت بتكون عرض لحاجه احنا بنعملها غلط، ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. اقول لك على اشهر حاجه بتتعمل ما تكونش واخد بالك منها، والباقي هخليه في الاخر. اول حاجه ان انت فعلا ممكن ما تكونش بتاكل او بتاكل وجبه واحده في اليوم، وهي دي بقى اكبر مشكله، لان انت كده مش بتدي جسمك اصلا احتياجه. يعني انت مثلا لو المفروض تاخد في اليوم 1500 كالوري وانت بتروح مدي جسمك بس 500، طب هو هيجيب الباقي ده منين؟ قول لي انت بقى. اكيد هيحرق من الدهون، صح؟ الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لا بقى، احب اقول لك ان جسمك طلع ذكي، لان انت لما بتعمل كده جسمك بيروح مقلل الحرق بتاعه شويتين ثلاثه كده. ده غير كده كمان انه بيخزن الاكل اللي داخل ده برغم انه قليل، لان هو في مرحله حرمان ومش عارف هتخلص امتى، فبيقلل بقى من نشاط الجسم وبيخزن اكتر. مع ان انت اول ما بدات تقلل اكلك وبقيت بتاخد وجبه واحده فعلا بدات تخس، بس جسمك فاق بقى وبيقول هو الموضوع ده مطول ولا ايه؟ فيلا بقى قلل من نشاط الاجهزه والتركيز وخزن بقى كل اللي داخل ده لغايه لما الازمه دي تعدي، فتلاقي نفسك بقى بقيت تزيد في الوزن مع انك مش بتاكل تقريبا او بتاكل وجبه واحده. انت معايا ولا ايه؟ عملت اشتراك في القناه ولا لسه؟ عشان نكمل الحكايه كده والدنيا تبقى حلوه. طب تفتكر بقى ازاي نحل المشكله دي؟ الحل انك تاخد احتياج جسمك من السعرات بتاعته اللي هو محتاجها. يعني لما اعمل لك دايت بلان تمشي عليها، ما تحاولش تقلل عنها. تفتكر بقى ان انت كل ما تحرم نفسك كل ما تخس اكتر، لكن الموضوع مش ماشي كده، لان هو لو ماشي كده فاكيد انا هظبطه لك واخليك تخس اسرع وهتبسط بكده واحقق معاك نتيجه بسرعه. قول لي بقى، انت مش فعلا بتعمل الحركه دي ولما حد يديك الدايت بتقلل عنه؟ تقول لك العشاء ده مش مهم خلاص مش لازم، فتيجي تقول لي بقى وانا باكل وجبه واحده بس وبدخن فهاكل كل ده واخس كمان؟ طب قول لي انت ازاي. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. تعال اقول لك ازاي يا صديقي. انت كل ما تدي جسمك احتياجه فجسمك هيقول لك الراجل ده محترم والله بيديني احتياجي، فخلاص بقى حوش ليه واخزن ليه دهون ما دام كل حاجه جايه والدنيا حلوه. خلاص بقى اصرف بقى وزود النشاط كده وزود التركيز وظبط الدنيا، هتلاقي نفسك بقيت احسن والحرق عندك بقى احسن. وده فعلا كان اشهر غلط بيتعمل، لكن برضه في اسباب تانية تكون برضه سبب في الحرق الضعيف، زي نقص فيتامين دي او عندك مشاكل في الغده لا قدر الله، او بتسهر كتير وقله النوم لان ده بيزود هرمون الكورتيزول، او بتشرب ميه قليل، او الكتله العضليه اللي موجوده في جسمك حجمها صغير، لان كل ما الكتله العضليه بتزيد كل ما الحرق بيكون اكتر. وطبعا الاكتئاب والتوتر والقلق والضغط، الحاجات دي برضو بتزود من هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده بيعشق حاجه اسمها تخزين دهون، او لا قدر الله عندك مقاومه انسولين او سكر، كل ده بيكون سبب في قله الحرق او ثبات الوزن. قول لي بقى انت عرفت ازاي ان حرقك ضعيف؟ لو استفدت متنساش تعمل اللايك الجميل واشترك في القناه. سلام.